السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جاوني بزاف ديال الاتصالات تيسولوني على الطوابل. وعدت الناس باش نجاوب بفيديو وباش كلشي يسمع. انا ما نقدرش نجاوب كاع الناس اللي عيطوا لي كل واحد شنو تيطلب. المهم غنبدا بالعنوان اللي هو: هل الطوابل والتحضيرات السبتيين ضرورية؟ انا غادا نجاوبكم حتى لاخر الفيديو باش نشرح علاش وكيفاش، دايما بالتفسير يكون مدقق. اول حاجه، ولاد وبنات السبتيين تيكونوا مختورين، هادشي سبق ليا ذكرته بلا نقاش. تيشوفوا حدث قبل وقوعه بتفاصيل مدققه، تيحلموا باشباح شفافه، اغلبيتهم تيكون فوق الرؤوس ديالهم تيجان، يعني معلقين تيجان فوق رؤوسهم. ابسط الامنيات ديالهم تتحقق، تيدخلوا الاماكن سبحان الله ذات جاه وسلطه، بلا قرايه بلا شهاده عليا، بعون الله قبل كل شيء. تيخدموا مع الناس الاكابر، تيتسائلوا كيفاش وصلوا لهاد الدرجه وكيفاش وصلوا لهاد الناس. مرة تطلق عليهم واحد البخور في الخفاء في أمكنة مختلفة، في دارو، في سيارته، والأغلبية من تيكون في عزلة بدون رفقة، لا عائلة ولا أصدقاء ولا أولاد، تيكونوا بوحدهم. تيتشم هاد النوع من البخور كنوع العود أو العنبر أو لبان الذكر، بالأخص الحر دايما. ومن أنواع اللبان تيتشم ليه واحد تيتسمى باللبان العمودي أو الخارق أو اللبان الحوجري الأخضر. هاد النوع أعلى درجات، تلقاوه فقط بسلطنة عمان. أو تيتشمم ويشم ريحة واحد، يعني يشم بوحدو ريحة القزبرة الناشفة. وكل هذه البخور تسمى في الروحانيات ببخور الكنائس، يعني مختصة للسبتيين. كما قال الرب لموسى: خذ لك أعطارا 100 وأضفارا وقنة عطر ولبانا ملمحا ومملحا نقيا مقدسا. هذه كاينه في بصوم 30 من 1 حتى 10. تا هما اليهود راه عندهم الايات ديالهم مثل الديانه الاسلاميه. من توصل لهاد الدرجات تتساءل، هادشي يقدر يكون من نيتي، انا انسان مزيان، ما تنخسرش مع الناس، متقي الله، مرضي الوالدين. ولكن هاد المساعدات سهله هكا اللي تجيني لا يتقبلها عقل. هنا عرف راه انت ولد او بنت السبتيين على اكيد، يعني راكم بالطبع. هاد اولاد ولا بنات السبتيين تيقتنعوا مع الوقت، تيقول لك هذا الامر في شكل، كاين اللي تيستر وكاين اللي تيفضح، وهذاك اللي تيفضح ما تيعاودوش يتباشروا معاه. هذا راه شرط كبير عندهم. اول حاجه تيقرروا هاد الرفقه الخفاء كيفاش غادي نشكرها انا، ولكن هما اللي تيقروا بنوع هاد الشكر والامتنان. دونك تيبشروك مباشره عبر الحلم،
تتشوف بعض الخطرات بين حلم ويقظة مكان او طاولة بمنزل ما راه تيعطيو التدقيق. يقدروا يطلبوا لك رياض، يقدروا يطلبوا لك بالاس، يقدروا لك حدا البحر، هادشي راه ديجا ذكرتو. تتشوف حتى الطابله اشنو تيبغيو فيها، يبشروك بطاوله فيها سمك، فيها فواكه، فيها اللحم. غتقولوا لي السبتيين ما عندهمش اللحم، سي السبتيين كاين اللي تيبغي اللحم. او شراب بانواعه، تيكون يحطوا لك شراب العنب ولا القطره. كما تنقولوا القطره راه تتصاوب بالفواكه، فيها الاناناس، فيها الفخيز. راه الناس اللي تيخدموا وعارفين هاد التقديم راه ما غاديش نتفضل عليهم، راه يكونوا المقدمات الممكنات عارفين هاد الشيء باش ما ندخلوش في الديتاي. على حسب درجات السبتيين تتشوف حتى عدد الشموع تيعطيو لك بالضبط، والالوان والثوب بالتدقيق، وحتى انواع الحلويات. الحلويات دائما تتكون معسله، ما تتكونش ديك غاتو على كريم وغاتو وشوكولا وغاتو على نوا دو كوكو. هذاك الشيء راه ما كاينش. المقدمات القدام راه عارفين هذا الشيء، كانوا تيديروا داك الشيء مبسط وكانوا خدامين معاهم ووصلوهم لواحد الدرجات عليا لا ماديا ولا معنويا. وهنا تيعطيوك حتى كم مقاعد ولا الكراسه بالضبط اللي خصهم يكونوا في الطابله. هناك بحال تتعرض على شخص، يعني تيقول لك الشخص اللي تتعرفه مزيان وصاحبك متى تعرض عليه تتعرف شنو تيبغي في الاكل. مثلا واحد تيفضل كسكسو بالبصله والزبيب، الاخر تيبغي كسكسو عادي او طاجين بالسفرجل، الاخر تيبغي طاجين بالبرقوق. تنبسط الامور للمتتابعين، يعني هما اللي تيختاروا كيفاش يكون هاد الشكر، هما اللي تيكونوا الاساس ديال الضيوف، يعني هما اللي ضيوف ما تتخلط معاهم تحد. بالعكس ماشي تدير عراضه ديال حفله عيد الميلاد ولا عرس وتحط طابله وتقول اوكي غنعرض على كريم تيبغي الويسكي، وحفيظه تتبغي جين تونيك والشيشه، وسائده ما ننساهاش نحط ليها كارو توريه حيت فيها توريه وفيها ماريا، ولا سي مصطفى اللي فيه التاجر الكبير نحط ليه السيجار. هادشي راه ما كاينش منه. لا لا، الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، هادشي راه ما كاينش. طابله ديال السبتيين والرفقه ديال الخفاء تنوجدوها في الخفاء. كل شيء يكون ناعس، تنظمي وقتك نهارك. داك الليل اللي غادي توجدي ليهم انت هادشي تكون الدار خاويه، ولادك ما كاينينش، حطيهم عند العائله. راه الحمد لله كاع العائلات كل واحد بعائلته. الازواج ديالكم شوفوا فين يمشيو. ديك الليله تكوني انتي والضيوف، تحضري الطابله بسيطه وتمشي تنعسي. غادي تسائلوا ايوا هاد السيده خصنا بودجي معاها، ولادي يمشيو عند العائله، راجلي نصيفطوا الاوتيل. ايوا لا ما كانش عندك الفلوس حسب اصلا ما عندكش السبتيين. غادي نقول لكم الصراحه. هاد المحله ما تتخصهاش الطوابل، تتبغي طوابل بينك وبينهم. وما نصوروش الطابله كي بحال اللي تيديروا ناس اخرين وراه عارفين راسهم. 50 مرة يصوروها ويصيفطوها للإمارات وكندا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا وهي طابلة وحدة. هادشي لا درتوه في الخفاء والله العظيم
تا الشمكار ديالهم من الشياطين ما يحضر. ولا درتوها في الخفاء غتفيض عليكم واحد الخميره. تفكروني ورا قناتي دايما مفتوحه لاي نقد. اللي ضروري تلقى مقدمه ترتب ليك المحله دو ا زد، يعني تحط الاول الثاني الثالث كل واحد بالدرجه ديالو. هاد المقدمه ما تكونش طماعه، تكون تتخاف من رجال الله اولا، وتخاف من الله، وتعاون وتسمع وتحلل الراي، وتعرف شكون اللي تيتكلم معاها، يعني شكون اللي تيتباشر في الخشبه معاها. الا كانت ممكنه راها تعرف باش يتباشر معاها عن قرب او عن بعد. تكون بنت السبتيين او ولد السبتيين عن جد وجد. يكون عندها قبل كل شيء علم الصرع، يعني الملك تينطق معاها تتعرفوا انثى او ذكر بصوت بحركات ولو عن بعد، فقط بألفاظ وجمل تتعرف شكون اللي تيتواصل معاها من الملوك من السبتيين. وبعدو من هاد المحلة إلا ما عندكمش المعنويات والماديات ديالها، من الأفضل ومن الأحسن. راه هنا تنتكلم على قبائل منهم جند وخدام، ماشي واحد اللي تيدخل. لا تتسناو ديك الملك ديال السبتيين تيدخل تا تيصيفط الوزير ديالو والسلطات العليا باش يتاكد واش فعلا تستاهل هاد المرتبه، وتيجربك تيمرضك تيقطع عليك الاكل، يقدر يكرهك في الزوج في الاولاد في الاصدقاء في العائله، حتى الخدمه ديالك قوت يومك يقدر يكرهك فيها. ولا تيسجنك ما تخرج ما تدرج، ولا ضد هاد الشيء يبدا يسيح فيك ما تبغيش تدخل لدارك تولي تبان لك كحله. هما تيجربوا وتيجربوك بالفلوس، واش غتصدق، واش غتكون حنين، واش غطغى، لانهم هما تيبغيو التواضع بزاف. السبتيين واخا توصل لاي درجه عليا دائما تواضع للناس. ومن تواضع لله رفعه، هذا المثال راه معروف. طابله تتعمل بينك وبين المحله ديالك فقط، لا السبتيين ولا الشرفه. ما تيبغيو لا تصاور لا بالباله، تيبغيو كل شيء يكون مستور. والناس اللي عندهم السبتيين راه عامه حاجتهم تجي للناس حاجه، تيعطيهم ديك الوهره ديال الثراء، تيتعينوا بزاف وبسرعه. هادشي السبتيين الحقيقيين راه غيعرفوا هادشي. هذه هي الطابله، راه ماشي مهمه، راه تا تيوصلوك لواحد الدرجه كبيره، وعاد دير ليهم تا حفله اللي هما كما سبق قلت لكم راه تيعيطوا للضيوف ديالهم، تيكونوا كلهم من التجار. ها اللي فيها الحاخام، ها اللي فيها دافيد، ها اللي فيها حمادي كما نتوما تتقولوا، ها اللي فيها تيكونوا يعرضوا تا على المسيح. تتكون عندهم طابله كبيره تتمكني. هادو تنهضر على اللي تيعطيهم الخبزه الكبيره تاع التجار الكبار ديال لومباركو لي غروسيست. هادشي باذن الله الا خليتو هادشي مستور راه علاش لا كل واحد يقدر يوصل ليه باذن الله. وخليونا من ديك الفيديوهات اللي كل واحد تيشرق ويغرب. واحد نجيبو حوته ونصيدوها نهار السبت وناكلوها السبت الجاي، وهداك السبت الجاي غيكونوا ديجا هي فيها مسممات، يعني تيدخل ليها واحد تولي عينيها حمرين، وهذا اللي غياكلها غينوض فيه الشنقر، غدير لي اون اليرجيك كوتاني. خليو الناس اللي تصنت يكون بذكاء، ما نتبعوش كاع الفيديوهات. الناس دايرين هادشي على الفلوس،
كما قلت الله يزيدهم، ولكن ما يخرجوش على الناس. كاين اللي تيتصلوا، راه الناس شكاو عليا وتيتصلوا بيا وتيعطوني الاسماء اللي انا ما عنديش حق نقولهم في هذا الفيديو، ما عمري ما غنقولهم. راه خداو ليهم ملايين، بداو ليهم الذبايح الكبار حقا باش ندخلوا لكم السبتيين ولا الشرفه الكبار. راه خرجوا عليهم واحد الخرجه ما نقول لكمش. الناس دابا تتعالج وما كاينش المعالجين بزاف. السبتيين ما تيمشيوش عند الرقة بالقرآن. راه عاد تيتزير عليهم الحال ويقدروا هما يقراو القرآن مع هذاك الراقي، الا لكان متمكن ويكون من الزهريه الكبيره وتكون عنده الهالات السبع، عاد يقدر يتفاهم مع هاد السبتيين اللي مساكن مرضوا وخرجوا عليهم الناس. وتنتمنى هاد لا فيديو تنفعكم وتصنتوا بذكاء لاي قناه. واللي يعني ما عندوش واحد العلم يسول، يتساءل. ما تخلطوش البخور، ما تخلطوش الالوان، ما تخلطوش. لا عندك محلة الشرفة جلس في الشرفة، عندك محلة السبتيين راه معروفة، راه من الديبار، راه من انت تكون صغير تيقدروا يدخلوك للسيناغوغ على 12 سنة بصدفة حيت هما بغاو. يقدروا يديوك للحج القدس وانت مازال صغير، ولا يجيبوا لك حاجات من القدس تجيك حتى لدارك. راه سبحان الله هاد المحله راه عظيمه، وتبقى العظمه تتبقى لله سبحانه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وسمحوا لي الا كنت ديريكت، مي قالك قاصح ولا كذاب. ومسيه سعيده.